في الكبه بصله كبيره، فلفله حمراء، 3 فصوص من الثوم، ونضربهم كويس جدا. وبعد كده نصفيهم برده كويس جدا من ميتهم ونخليهم على جنب. هنجيب بقى نص كيلو من اللحمه المفرومه وعليهم البصل والفلفل والثوم المفرومين ما عدا معلقه واحده بس هنخليها على جنب، ونبهرها بمعلقه ملح صغيره، نص معلقه فلفل اسود، رشه جوز الطيب، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. نخلطهم كويس جدا لحد ما يتكون خيوط في اللحمه. هنكورها كور صغيره ما بين ايدينا باستخدام ميه البصل. وبعد ما نخلص كل الكميه ندخلها الفريزر تتشمع شويه عقبال ما نحضر بقيه المكونات. هنجيب طاسه على نار عاليه وفيها شويه زيت صغيرين، ونكون مقطعين بطاطس مكعبات صغيره، واول ما تاخد لون اصفر وتكون نص سوا نطلعها ونحط مكانها الميت بولز بتاعتنا. اول ما تاخد لون من تحت نقلبها كلها مع بعض، واول ما تاخد لون كلها بنشيلها مع البطاطس على جنب، ونحط مكانها معلقه البصل اللي شلناها على جنب، ونقلب لحد ما لونها يبقى غامق. نحط عليها معلقتين من الدقيق، واول ما يختفي بالتقليب نحط عليها بقيه ميه البصل ونخففها بالميه العاديه، ونقلب لحد ما يبقى القوام